ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هيكون بارت 9 من فقره الجامد والاجمد. والغسولين اللي هتكلم عنهم النهارده، الغسولين دول ينفعوكي لو انتي بشره دهنيه مختلطه عاديه. وللعلم انا بشره دهنيه مايله للاختلاط شويه، فالغسولين دول كانوا على تجربتي انا، وينفعوكي لو انتي بشره من انواع البشرات اللي انا اتكلمت عنها دي. فمش عايزه الفيديو يكون طويل، ويلا بينا مع بعض نبدا الفيديو. طيب، كل منتج انا هتكلم عنه انا بس يا دوب هقول مقتطف سريع جدا عنه، لاني اكيد كنت متكلمه عنه بادق تفاصيله في الفيديو الخاص بيه. فهحط لكم كل غسول انا هتكلم عنه، هحط لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعه في الديسكربشن بوكس تحت، فممكن نبقى نتفرج عليه. الغسولين بتوع النهارده هيبقى واحد بتاع ستارفل ده، اللي هو بزيت شجرة الشاي. عايزه اقول لكم ستارفل من الحاجات الحلوه قوي اللي بيظبط البشره، وبيظبط لك قوي حوار الحبوب لانه بشجره الشاي، وبينضف لك البشره بعمق، وبيخلي لك البشره جميله جدا وملمسها ناعم ومفيهاش حبوب ومفيهاش اي حاجه خالص، ومفيهاش شوائب ومفيهاش اي حاجه خالص، بس بينشف البشره شويه. فلازم تبقي واخده بالك من النقطه دي كويس جدا، ان انت لو هتستخدميه تبقي بترطبي بشرتك كويس جدا، لانه حرفيا بينشف كل حته في البشره. انا حتى حوالين بقي كان بينشفه، فمحتاج ترطيب. كده الغسول التاني هو بتاع دراكون ده. شوف، حاسه ان انا جايه كده قوي في الكاميرا، بس ما علينا يعني. ده بتاع الدراكون اللي هو بتاع البشره الدهنيه. دراكون كان بجد من الحاجات الحلوه قوي اللي انا ما ندمتش خالص ان انا جبته لبشرتي. عايزه اقول لكم انا كده رحت جبته عادي يعني، ولا كان دكتور كاتب لي عليه ولا اي حاجه، انا بس كنت حابه اغير الغسول بتاعي العادي، فجبت دراكون. دراكون من الحاجات الكويسه جدا، اللي بصوا بقى، بصوا الحلاوه اللي فيه، ميكس الحلاوه اللي فيه. ولا هينشف لك بشرتك، ولا هيسيب لك بشرتك بايظه فيها شوايب او فيها اي حاجه. هيظبط لك بشرتك من الشوائب، وهينضفها لك. ولو عندك حبوب هو هيحافظ لك على ان هو ينضف لك الحبوب بتاعتك، ما تبقاش مجمعه بكتيريا او حاجه. بلس ان هو هيبقى مرطب لك بشرتك. فبالنسبه لك دراكون هيبقى من الحاجات الحلوه قوي، لان ولا هينشف لي بشرتي مثلا، ولا هيسيب لي بشرتي فيها اي حاجه، بالعكس هينضفها لك كويس، وهيخلي ملمس بشرتك برضو ناعم وطري وكويس، ومش هيطلع لك حبوب. ولو في حبوب هو هيساعد ان الحبوب تنشف، وان هو يكون منضفها لك كويس، وهيسيبها لك مترطبه. مش هقدر اديكوا اختيارات قوي بين ستارفل وبين دراكون، لان بالنسبه لي الاثنين كانوا كويسين، بس ستارفل انا قلت لكم ايه الحاجه الوحيده الوحشه فيه. وللعلم ممكن بشره مختلطه ما تحسش يعني ما تلاقيش المشكله دي فيه ان هو بينشف البشره. انا بس لقيت المشكله دي ان انا بشرتي دهنيه جدا، فهو كان على قد ما بينضفها خالص بجد، وما بيخليش فيها اي زيوت خالص واي دهنانه خالص، بس كان بينشفها شويه. فبالنسبه لك لو انت عايزه حاجه تظبط لك بشرتك وتغسلها لك كويس وتنضفها لك كويس، بس ما تبقاش منشفها لك، فخليكي في دراكون. قادره ان انت حاسه ان انا تمام واسترفل معايا كويس، وحاسه ان انا قادره على نقطه ان هو بينشف لي بشرتي شويه، وهعرف ان انا ارطبه، او يعني هعرف ان انا ما يبقاش وشي ناشف، فخلاص خليكي في ستارفل. الاتنين الاختيارات بينكم، بس بجد دول احسن غسولين انا استخدمتهم الفتره دي لوشي. وانا قلت لكم ده ايه الحلو وايه الوحش فيه. انا كده خلصت الفيديو، اشوفكم في فيديو تاني وجديد.